بابجي وتلاقي نفسك بتتحرك بسلاسة وبتشوف كل اللي قدامك قبل ما يشوفك. طب تخيل بقى ان كل ده مش على موبايل بزيادة عن 20,000 جنيه، ده بأقل من 15,000. والله العظيم يعني كل اللي انت هتشوفه النهارده ده واقع احنا فيه. السوق المصري النهارده دلوقتي فيه أسلحة مش موبايلات، وناس كتير بتتجاهلها أو حتى ما تعرفش عنها حاجة، لكن اللي بيعرفها هو الكسبان، حتى بتتغير طريقة لعبه 360 درجة. المهم أنا جبت لكم النهارده 5 أسلحة من دول M4 وAKM. جبت لكم النهارده 5 موبايلات ما ينفعش تختار غيرهم في الفئة دي، ولازم تكون عارفهم. فخلينا نبدأ في الفيديو بتاعنا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا. اهلا وسهلا، احمد هيثم هعرفك النهارده ازاي تبقى ذكي مش بس في بابجي، ده في اختيار الموبايل اللي هتلعب عليه بابجي. النهارده هكلمك عن 5 اسلحه زي ما قلنا من شويه، هم اسلحه مش موبايلات، لو اخترت غيرهم فبجد انت الخسران. تعالى مع بعض نرتب الموبايلات دي. هنتكلم النهارده على 5 موبايلات، اولهم الانفينكس جي تي 20 برو. تاني موبايل معانا في الفيديو هيبقى البوكو اكس 6 برو. تالت موبايل معانا في الفيديو هيبقى البوكو اكس 7 برو. رابع موبايل هيكون الريدمي تيربو 3. خامس موبايل هيكون الريدمي تيربو 4 برو. طيب هنتكلم النهارده عن الموبايلات دي وهنشوف اسعارهم، هنشوف المستعمل والجديد، وهقول لك في الاخر تشتري انهي موبايل فيهم بدون منازع. الجهاز الاول معانا النهارده وهو الانفينكس جي تي 20 برو. الجهاز ده جاي باضاءات في الظهر ومروحه في الظهر. طب ليه انا بدات بالجهاز ده الاول؟ لان ده المتخصص اللي فاكر نفسه جامد وهو مش جامد للاسف يعني. الجهاز ده جاي من ظهر من البلاستيك وفريم من البلاستيك، بس بصراحة خامات كويسة مش وحشة يعني. بالنسبة لشاشة الجهاز، فالجهاز ده جاي بشاشة بحجم 6.78 انش بتردد 144 هرتز من نوع اموليد بجودة 1080 في 2436 بكسل، مع معدل كثافة البكسلات 388 بكسل لكل انش، مع سطوع بيوصل لحد 1300 شمعة. موبايل جاي هنا باصدارين 12 جيجا رام 256 جيجا، 16 جيجا رام 256، بيدعم الكارت الميموري. الموبايل هنا المعالج اللي جاي منه الموبايل هو الدايمنسيتي 8200 الترا، جاي مع معالج رسومي مالي جي 610 مع وحده تبريد كبيره جدا للحفاظ على حراره الجهاز. طبعا الموبايل جيمنج، المعالج ده في الاداء اليومي مش هيلاق منك وهيشغل كل حاجه بسلاسه، وحتى في الجيمنج زي لعبه ببجي هيشغلك اللعبه على 120 فريم باداء مستقر جدا، ومش هتحس باي لاج في اللعبه، مش هتحس باي لاج في اللعبه نهائي. بالنسبه لكاميرات الموبايل، فالموبايل جاي بثلاث كاميرات. الكاميرا الاساسيه 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8 تعمل المثبت البصري بمستشعر من سامسونج. الكاميرا الثانيه والكاميرا المسؤوله عن تصوير المايكرو جايه بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4. والكاميرا الثالثه الخاصه بالعزل وجايه بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4 برضه. وجايب كاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2. جايبه بطاريه 5000 ملي امبير، بيدعم الشحن السريع 45 واط. فبس الموبايل ما لهوش كلام كتير. تعال ندخل على تاني موبايل معانا النهارده، وده افضل موبايل تحت 15000 جنيه. لو عملنا مقارنه بينه وبين الانفينكس جي تي 20 برو هنلاقي ان الانفينكس بيتفوق عليه في تردد الشاشه بس اللي هو 144 هرتز واضاءه الظهر. غير كده الجهاز التاني معانا النهارده هو الاكس 6 برو، جايبه معالج دايمنسيتي 8300، وده احسن بشويه حلوين من المعالج اللي جاي بيه الانفينكس اللي هو ال 8200 الترا. خامات الموبايل هنا جاي من البلاستيك، مع اطار من البلاستيك برضه، والشاشه هنا من نوع اموليد 6.67 انش برضه بجوده 1.5K بكثافه بكسلات 446 بكسل لكل انش، وده افضل من شاشه الانفينكس. وغير كده عليها طبقه حمايه جوريلا جلاس 5 مع سطوع اللي بيوصل لحد 1800 شمعه. الموبايل جاي بثلاث نسخ 8 256 12 256 512 12، وما بيدعمش تركيب كارت ميموري. المعالج اللي هنا اللي احنا قلنا عليه اللي هو الدايمنسيتي 8300 ده بيقدر يشغل لك ببجي على 120 فريم من غير لا لاج نهائي، وبيشغل لعبه الترا اتش دي 40 فريم اتش دي ار 60 فريم، وبرضه هتشتغل معاك من غير لاج على اعلى كواليتي اتش دي ار من غير اي مشاكل. الموبايل هنا جايب بطاريه 5000 ملي امبير زي الانفينكس، ولكن بيشحن هنا 67 واط مش 45 واط. بالنسبه لكاميرات الموبايل فهي جايب ثلاث كاميرات. الكاميرا الاولى والاساسيه 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.7 تدعم المثبت البصري. اما الكاميرا الثانيه جايب التصوير الواسع بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.8. والكاميرا الثالثه للتصوير المايكرو بدقه 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4، بيقدر يصور فيديوهات 4K 30 فريم في الثانيه. العيب الوحيد هنا ان ممكن يكون تصميمه ممل شويه ومفيش اضاءات في الظهر زي التليفون الانفينكس، بس مش اكتر. نروح بقى لثالث موبايل معانا، وده صفقة النهاردة. ليه هو صفقة النهاردة؟ عشان الموبايل ده هو البوكو اف 6 اللي سعره كان نازل بأكتر من 20,000 جنيه، وسعره أرخص من الموبايلين اللي فاتوا. طيب ايه هو الموبايل ده؟ هو الريدمي تيربو 3. الريدمي تيربو 3 جاي بخامات من البلاستيك برضه، وشاشه 6.67 انش، شاشه اموليد 120 هرتز بجوده 1.5K برضه، تدعم ال اتش دي ار 10 بلس والدولبي فيجن، وبيوصل سرعه لحد 2400 شمعه. التيربو 3 جايبه معالج 8 اس جين 3. طيب في ناس هتقول انه يشغل لعبه 90 فريم بس. احب اقول لك ان بعد اخر ابديت نزل للعبه اللي هو نزل من يومين بقى يشغل 120 فريم وبقى يشغل اتش دي ار 90 فريم. طبعا معالج زي سناب دراجون 8 جين 3 مش هيلاقي منك نهائي، هتلعب على اعلى اداء. وطبعا بالنسبه للاداء هو احسن اكيد من الاكس 6 برو والانفينكس جي تي 20 برو. والبطاريه هنا جايه بحجم 5000 ملي امبير، بس هنا الموبايل بيدعم شحن صاروخي 90 واط.
وكاميرا الموبايل هنا جاي بكاميرتين اتنين بس، كاميرا 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الاساسيه طبعا فيها مثبت بصري، والتانيه 8 ميجا بكسل وبيصور فيديو 4K بس 60 فريم في الثانيه مش 30 فريم زي الموبايلين اللي فاتوا. الموبايل ده جايب اكتر من اصدار 12 256 12 512 16 512 تيرا و16 جيجا رام. فالتربو ما اقدرش اقول عليه غير انه افضل موبايل فعلا تحت 15000 جنيه او الاكثر تكاملا بالنسبه للموبايلات اللي احنا هنتكلم عنها. رابع موبايل معانا النهارده اللي هو مقطع الدنيا البوكو اكس 7 برو، سعره عامل 15000 جنيه متبرشم، بس الفكره هنا ان هو عليه ضريبه 3400. طب ليه الاكس 7 برو من وجهه نظري ما يستحقش سعره ده؟ لان في افضل منه، يعني انت لو قارنته بالتربو 3 هتلاقي ان التربو 3 افضل، سعره اقل منه بكتير. خلينا نتكلم عن الموبايل. الموبايل جاي بخامات من بلاستيك برضه وفريم من البلاستيك وشاشه من نوع اموليد 120 هرتز بجوده 1.5K، تدعم الاتش دي ار 10 بلس والدولبي فيجن، وكثافه بكسلات 446 بكسل لكل انش، وعلى طبقه حمايه جوريلا جلاس 7 اي، واستوعب بيوصل لحد 3200 نتس، وجايب اكتر من نسخه 12 256 8 256 12 512. المعالج هنا جاي من نوع دايمنسيتي 8400 الترا، وده يعتبر نفس قوه المعالج اللي في التربو 3 اللي هو السناب دراجون 8 اس جي 3. طبعا بيشغل لعبه ببجي على 120 فريم من غير لاج نهائي، بيقدر يشغل لك اتش دي ار 90 فريم برضه من غير لاج نهائي. بالنسبه لكاميرات الموبايل، فالموبايل جاي بكاميرتين برضه، الاساسيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.5 بمستشعر من سوني وتدعم التثبيت البصري، والكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 ودي المسؤول عن التصوير الواسع وبيصور فيديوهات لحد 4K 60 فريم في الثانيه. البطاريه هنا جايه ب 6000 ملي امبير، طبعا اكبر من كل المواصفات اللي اتكلمنا عنها من شويه، وجاي معاه شاحن سريع 90 واط، كل المواصفات الحلوه دي وكل حاجه، بس للاسف سعره عالي شويه، سعره عالي اعلى من التربو 3 بكتير، والتربو 3 يعتبر افضل منه، وبالسعر بتاعه انا ممكن اجيب موبايل افضل شويه. نروح بقى الخامس موبايل معانا النهارده، والموبايل ده عليه علامه استفهام كبيره، وهو الريدمي تيربو 4 برو، وده هو نفس الموبايل البوكو اف 7. التيربو 4 برو جاي بخامات احسن من كل الموبايلات اللي اتكلمنا عنها، جايب فريم من الالومنيوم وظهر من الزجاج. طبعا شاشه الموبايل اكبر من كل اللي اتكلمنا عنهم برضو، شاشه 6.83 انش، شاشه ممتازه 120 هرتز اموليد، تعرض 68 مليار لون وكل اللي قلبك يحبه، دقه 1.5K بكثافه بكسلات 447 بكسل لكل انش، بتدعم الاتش دي ار 10 بلس والاتش دي ار والفيفيد والدولبي فيجن مع سرعه بيوصل لحد 3200 نتس، فهي شاشه مش محتاجه كلام. اتكلمت عليها في الفيديو اللي في الاي اللي فوق، ما تنساش تتفرج عليه. المعالج اللي جاي منه الموبايل ده فهو موبايل سفاح. المعالج اللي جاي منه الموبايل سناب دراجون 8 اس جين 4، وده معالج مقفل اللعبه حرفيا. بالنسبه للعب ببجي على المعالج ده بلاش اصلا نقول بالنسبه للاداء اليومي عشان احنا مش محتاجين ان احنا نقول اداء يومي، لان المعالج ده حرفيا زي ما بقول لك مقفل اللعبه. فبالنسبه للعب ببجي المعالج ده هيشغل لك اللعبه على اعلى فريم ريت. في ناس هتقول لي انه مش بيدعم ال 120 فريم زي التربو 3، هقول لك برضه بعد الابديت الاخير للعبه اللي هو 4.2 بقى يدعم ال 120 فريم والاتش دي ار 90 فريم، وانا مش محتاج اقول لك الموبايل شغال ازاي. تقريبا الموبايل ما يعرفش عن ايه لاج اصلا. انزل بقى المدينه وينزل معاك الطياره كلها، الموبايل كده كده من الاخر بيقول لك انا مش هلاك. بس بالنسبه لكاميرا الموبايل فالكاميرا دي برضو احسن من كل اللي اتكلمنا عليهم، وبطاريه الموبايل 7550 ملي امبير، ودي بطاريه برضو عملاقه اكبر من كل اللي اتكلمنا عليهم، يشحن 90 واط. والفكره بقى ان سعره هنا يعتبر اقل من الاكس 7 برو، ده عامل 14500 وعليه ضريبه 4800، وده نفس البوكو اف 7 اللي هو ب 28000 جنيه. مش محتاج كلام يا جدعان، التربو 4 برو صفقه السنه لحد 2026 او الله اعلم هينزل اصلا موبايلات تقدر تنافس الموبايل ده بسعره ولا لا. الخلاصه بقى تختار ايه؟ هقول لك رايي بصراحه، بلاش الانفينكس لو انت عايز اعلى اداء، بلاش الانفينكس الا لو انت عايز 144 هرتز والار جي بي اللي في الظهر بس، وبلاش الاكس 7 برو عشان غالي شويه بصراحه، فخليك في الاكس 6 برو او التربو 3. ومن رايي خليك في التربو 3 لان التربو 3 احسن وكده كده بعيد عن 120 فريم. بس لو عايز اقوى موبايل، اقوى موبايل قيمه مقابل سعر، فعلى طول عليكوا على التربو 4 برو، ملوش منافس بسعره، موبايل متكامل، حتى خامات الموبايل انت هم مش مضحيين باي حاجه، ولا بطاريه ولا خامات ولا سرعه شحن ولا اي حاجه خالص. بس كده. فأتمنى إن أنت لو وصلت لحد هنا في الفيديو أتمنى وتعمل لايك، تفعل زر الجرس.